ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى على النبي، نكسب صلاه على النبي. تحدي 10 جديد يا رب. قبل ما نبدا بقى ندعي لاخواتنا ربنا يقويهم ويصبرهم، امين يا رب العالمين. امين يا رب يلا العالمين. نبدا بقى. حطوا لنا لايك حلو لايك جميل. النهارده بقى معانا كشريه حلوين لان احنا كنا في مشوارين ما عملتش الاكلين جايين مهلولين والله. وجايين مهدودين. بص ديت ايه، هنبدا بقى نفرمل الاكل على البوتاجاز من الساعه 4 العصر، بس قلنا لما هنرجع بدري هيتعمل وناكل. الحمد لله دلوقتي الساعه دخلت في 12 الا تلت ولسه داخلين. الراجل اساسا طلبنا كشري احنا جايين في الطريق جابوا لنا يا دوبك طلعنا كان هو جه. والله لسه ما قلعناش الرمله. وانا اصلا عامله معاكم نص الاكل على شطاره في المطبخ وما عادش النص التاني. مش عارفه ايه. احمد فتح معايا وشوف ده ايه وده ايه. والله انا مش قادر افتح عيني. خايف افتح الشرب. والله العظيم بجد انا مش عارفه الموضوع ليه، برضه عايزه انام قوي. على فكره جو حر ورطوبه عاليه هناكل خلي الواحد مفرط. ده طاجن ده طاجن. ده كشري. ودي يا ست طاجن اهو. غالبا الكشري لوحده دوت. ده اللي عليك يا احمد. لا ده بتاع سلمى اللي هو من غير حمص ولا تقليد. دي العلبه بتاعتي. بس يا سلمى بس يا سلمى. هذا بتاع ساندوتش. دي ياسين. خدي يا دي سمير. خدي استنى. ودي ياسين اللي تحتك يا ابقى هنا تحتك يا احمد. طب شوفها استنوا معاكم شوفوا تحتها. ماشي بصوا الشطه والدقه. هو العلب مالها كلها مفتحه كده ليه؟ العلب اللي ماسك علبه بتفتح. لا انا طالع معايا 2 و2 شهر ومعلقه دي. انا معايا 3. الحمد لله ما كانتش حاجه على هدومي. دي بتاعت مين؟ دي بتاعت سلمى. لا قللتوا الطاجن قوي اللي اسمكم الرحمن. قللتوا الطاجن قوي، ما تهزروش شيروا لهم الفيديو ده يا جماعه. قولوا حرام عليكم، يعني هو ده الطاجن ماله كده في ايه؟ ماما هما بيتفرجوا عليكي؟ يتفرجوا يا حاج يا رحماني. الطاجن وانتوا واكلين نص ولا ايه؟ الراجل ده رجع وهو في الطريق لما خدت طاجن سيف على فكره هو الشكل اللي بيعرف. طاجن سيف حلو. اشمعنى الطاجن بتاعي ده مستقصدني شكله؟ شايف الواحد كان جعان. تصدق بالله فعلا الاكل اتحط قدامنا والله العظيم الواحد ماليش نفس بس بياكل جوع. لا وانا بقلب الكشري الرز بيخبط كده حاسس ان هو مش مستوي. انا لسه ما دوقتوش اهو بس مش عارف ازاي منه. ايوه ده كشري كيس شطه واحد ربنا. ده ايه ده؟ لا كان بيعملها في اكياس زي ده ابلعه بالكيس ده. ايه ده؟ مش فاهمه ايه ده. يعني حاطط المناديل والبتاع في باكت لوحده، المناديل والمعلقه. حط الشطه باكيتات زي دي غريبه قوي يعني. هو كان حاطط مش عارفه ايه اللي جراله، اتحسدت ولا ايه؟ الكشري حلو. ده كتير حلو قوي احسن من المره اللي فاتت. الشطه على فكره حراقه المره اللي نسيت. فاتت ايه وليه؟ سموا كده بسم الله ويلا. يا خدي النبي لو عملت ايه؟ مفيش مره بنعمل بتاع غير لما تبوظ الصلصه عليك او حاجه عليك. انت كلنا بتقول لنا اوعوا توقعوا نفسكم لكن بتقول لي لا دي بقى بقى اقدر اقوم والتانية خلاص ده بيتحط في الغسالة كده مش نفع. او سمعت كلامك خلاص انت. يلا كل ما تتكلمش تاني بقى يا سلمى. كل ما انا ممكن معلقه قد كده في الاخر بقى. وانت بتلعب في النادي كان الشمس لسه طالعه؟ لا كنت رايح المغربيه. سمير وقع في النادي جامده. انا قلت لك بقى الحمد لله. سمير كان بيجري راح هو مش معايا. لا محمود قلت له هو سمير قال لها بس هي بتتخيل. طب كلي بقى يا حبيبتي. يلا يا ماما كل خلاص شاطر.
نفسي اشوف البدل بتقل يا ياسين. كل يوم كل يوم. انا علبتي بتقل، وعلبة سيف، وعلبة سمير، وعلبة بوبقلة، وعلبة لانها مش بتاكل خالص. انا اكتر واحدة خالص. بطلي كلام وخلاص عشان تقوموا تكتبوا الوقت. انا مصدقة. كتبتي كله؟ شاطر. مين اللي قاعد معاك كتبتهولي؟ ياسين كتب لي، ياسين كتب لي. لا ما تكتبولاش يا ياسين تعلمنا. كتبتها. لا هو قال لي. شاطرة. قال لي خلاص. شاطرة معاك ولا مش ده شاطرة؟ تعودي مس يوستينا. لازم أكيد بعد ما كتبته من 1014. ايه 2014 كده أظن بتاعت أنت كنت مش موجودة. 1014 كده في الموت. كتبته من قبل ما تتولد. خلصت كله؟ طب كل عيد لماما بتعملي خيرتينا والله. شاطرة. ليش يا سمير؟ مين اللي هيكسب؟ أنا وماما فريق ضدكم كلكم. وأنا ماما غير ضدهم كله. طب أنت هتخسري ماما كده. لا أنا فريق ضد دول كلهم إلا ماما. الواحد قبل ما ياكل ما كانش نفسه أوي كلب. أنا جاي. ضد ماما وأكسبكم كلكم وأعملكم كمان. لما أخلص الفرحة. لا بطلوا وشوشة ويلا يلا. وانا باكل بقى الطاجن بفتكر حاجه كده شفتها على الفيديو. بصراحه باكل الطاجن وانا يعني ايه. خلاص والنبي لو خلاص والنبي. انا فهمت قصدي ماما. طب ده شفتها يا ياسين. ها وانا كمان. أنا عشان كده بقلب في الكشري قبل ما انا يمكن مش هتقدر لما تقول اسكتوا بس عشان خاطر. مريم عشان اقول بعدين. لما ناكل بس. لو افتكرت قبل ما كنت طلبت كشري بقى. لا مش قادر انت كنت بتقولي جعان. أكتر واحد مليل الكلب. لا بتاعي اكبر مني. لا بكيف. طب صدق بقى انا اكتر واحده ما بحبش شكل الشارع والله العظيم. بس بضطر ساعات اللي احنا نجيبه احنا ما بنحبهوش. بس احنا بنضطر ان احنا نجيب. يعني دلوقتي انا محضره الاكل وقايمه الصبح ومحضره كل حاجه وعامله معاكم نص الاكله. بس جه مشوار فجاه فكان لازم نروح. عشان نروح المشوار الفجأة ده قلت لما اجي نكمل كان لازم اسيب طبعا الاكل. رحت المشوار وجينا لقينا الساعة 12. طب انا اعمل ما اعمل الاكل وتاخد اصلا في الفرن بتاع ساعة وحاجة. دي اكلة بقى حلوة قوي هتعجبكم. عراقية على يوميات احمد وفريال هتعجبكم. بس جميلة. فقلت لا طبعا مش هلحق اعملها فاضطرينا ان احنا نطلب كشري. وشلت الاكله في التلاجة لحد بكره. أنا الحين عمال ده مقصود. مصورة بالي. عمال بكون الحين عادي. لا لا الوش بس. طب ما ده انا جبت شوية. لا ده انا عشان الوش بس. سلمى عودي كله يلا. ده في حاجة بالظبط. كيس. بس الواحد بيخاف عشان انت ما كنتش من بدري يجيب حاجه صغيره وما تقدرش. بنجيب الكبيره ممكن تقعد تاخد فيها 3 ايام مش عارف ليه. وابوك اتكلم عشان تسيبها. اقسم بالله كنت اصلا اسيبها. طب اكلت ايه بقى؟ ما كلتش ما كلتش غير كام معلقه. ايه؟ انت وصلت لحد هنا وصلت لحد هنا. كمل اكلك. أنت قادرة.
انا كنت الاكل ده وقت الوقت على فكره اللي مش هياكل علبته دلوقتي هيفطر بقى الصبح. طب كل يلا يا ياسين. مش قادر ليه؟ انا مش قادر اكمل علبتي. كل يوم صفات شويه مش قادر. انت بقى مش محتاجة لا كل واحد يكمل علبته بقى. لا مش قادر بقى. انا رايح. انت بس ياسين رايحه فين؟ ما تقتلي طب اعمل حمام وتعالى كمل. ايه؟ طب اعمل حمام وتعالى كمل. وانت يا سمير اخر كلت؟ اه لا ياسين بقى نص علبه ما خدتهاش ليه؟ مش قادر بطني وجعتني موت. موت سمة الموت. ماشي خلاص كده. وانت كمان؟ ما انتوا كنتوش جعانين بقى بتسوق عليا يعني ولا ايه؟ كنت خدت 3 وربع وقعت في قرابيزي. رميت العطا عليا انا. كنت هاخد 2 والثالثه كانت خطوبه ده كان لسه انا. انت ماشي تخطب على نفسك؟ ده كان ماشي يخطب على اه مش نفسه. هخطب انا نايم. انا فاكره احنا كنا بنتكلم قبل الفيديو ما كانش شغال. بجد يابا الكلام ده؟ ها؟ ما دخلتش السينما بس. اه اه لا بجد كنت خاطب 3 بجد. وقعت في الترابيزه. وقعت انا في قلبيزك. طب ليه؟ انت ما خليتهمش 4 ليه؟ وكنت تدور على 5. لا هو الشارع 4. وبعدين كنت خاطب مين ومين؟ ما حصلش نصيب يا ستي خلاص. مين ومين يعني؟ عارفاهم يعني انتي؟ لا قول لي يعني مين ومين. اقعدي يا سلمى عدل هنا في الارض. السيدة وخطيبها وخفتها. اسمها ايه التانية يا سلمى؟ سعيدة سعيدة. طرحة اتدمرت. نحمده. واحدة سعيدة واحدة سعيدة. واحدة كل سعيدة؟ اللي سعيدة. انت حضرتك الخطوبة؟ اه انا عارف. حضرتك ايه حاجة؟ حضرتك فرحنا سلمى انا وامها. لا يا احمد بجد قول. خلاص انا مش هقفل يا جماعة غير اما اقول. عشان هو كان بيحكي والفيديو مش شغال. طب ربنا يدينا ويديك طول العمر. تعالى يا سيف اقعد. قول. يلا. لا اكلت الفول خلاص ما سد الحنك اشتغل. احمد اخلص. مش هقول حاجة والله. خلاص. ما تضايقنيش. لا اتضايق. طب انت كنت خاطب امتى؟ انت عندك كام سنة أول مرة؟ أول مرة وأنا عندي 18 سنة أو 17 بس يا سلمى. ايه 17 سنة؟ لا 17 لا 18. وابوك راح خطب لك وراح معاك يخطب لك؟ وانت عندك 17 سنة؟ اه انا وسمير قال انا عايزة اروح اخطب وانا عندي 17 سنة هضرب بنيتين في عينه. انت بقى عندك 17 سنة رحت خطبت؟ ايوه. طب انا مالي سمير ايش دخلوا مش ياسين. ما انا بخطب معك يعني. انا كنت شغال ساعتها وماسك الشغل لابويا. تمسك الشغل لابوك؟ اه عشان كده عايز يكافئك يخليك تخطب وانت عندك 17 سنة؟ اه اما سمير عنده 14 15 16 17 3 سنين واخطب له؟ سمير مين اللي عنده 14؟ انت بتكبري ليه العيال؟ ده هو اللي يعني سمير بابا انا هيتم عندي ال 2 14. ونص. سمير هيتم ال 14 السنة الجاية لكم خير. لسه السنه الجايه. شهر 6 الجاي. بص يا حبيبي انت وانت صغير كده انت بتتمنى ان انت تبقى كبير عشان اما بتكبر بتتمنى تقول يا ريتني كنت يا صغير. ريتني كنت صغير يا ريتني ابقى عندي 20 أيوة، سنه. انت بتقول كده عشان انت ما كبرتش. انت اما تكبر بقى هتقول يا ريتني زي ما انا، يا ريتني كنت لسه قاعد مع عمي وابويا. كنت هتحس بقى هتعرف بقى قيمه اللي قاعد مع عمك وابوك. لا لما انا كده تتجوز- كده هفضل معاكم بس كده بس انا اللي مخليني بس اكبر اللي هو الدراسه اخلص. ايوه ما هو انت لما تكبر يا ابني وتخلص وعايز يخلص دراسة، باي طريقه من الدراسه. هتخش على هم الشغل. هو انت نسيت الشغل؟ لا الشغل عادي مش سهل. مش لا عادي، ليه؟ ما انت مش بتروح كل عادي. يوم مش الساعه عادي. 6 الصبح برضه مش عادي. وكل يوم شغل وكل يوم شغل وتطلع مجهود اكتر من المدرسه تحس ان انت في بص تحس ان انت في ساقيه كده. وعندك تحس مسؤوليه. ان في ساقيه. دي بقى ايه مشاوير للبيت. ربنا يكرمك بزوجه كده صالحه. واحده زي امك كده بعيال يلا عينيها زي ابوك كده. بعيال والواد عاوز بامبرز اقعد اعدي. والبنت تعبانه
وعاوزين ننزل نجيب شويه حاجات، انا عندي وداخله اجيب لانشون من السوبر ماركت، وتقعد تقعد ده انا مجرب. ساعه الا ده ربع. انا مجرب. ده قالت لي هسيبك تقول لك- هنا اجيب كيلو لبن، دخلت ماليه العربيه ودخلت. ايوه تقول لك انا هخش اجيب بس حاجه واحده. يعني واحنا ماشيين تقف بس هنا بالتوك توك هتلاقي جايب استنى المعلم بس استنى. وتقول لك اقف بس هنا بالتوك توك، تقول لها ماشي. تقف بالتوك توك، هجيب بس حاجه مسكره. حاجه مسكره دي تقعد ساعه ونص بالظبط، ساعه ونص نعدي على ده وعلى ده. وفي الاخر لما تروح البيت تقول لك عمري ما بتمشي معايا واقف وحاجه نفسي فيها واقف اجيبها. داخل اجيب لانشون بس وجاي عشان نفطر بيه الصبح. جبت لهم اكل فطار وجبت بيض، وجبت لهم اسمه ايه، بيض، وجبت جبنه ولانشون. انت مش بقول لك جبت ايه، مش بقول لك جبت ايه ايه. المشكله؟ لا هي انا ما بحبش كده. يعني مثلا ايه، تقول لي تعالى ننزل نجيب هدوم، هجيب ايه هدوم؟ هجيب بس شورت ليك وشورت لسمير. شورت ليك وشورت لسمير دول من 6 لحد ما المحلات يا ست يلا عاوزين نقفل، يا ست يلا عاوزين نقفل. يلا عشان نتلطف. والله هو ما بيحبش يلف، هو عايز يقعد وفي الاخر والحاجه تجيله لحد يعني عنده والله العظيم تقول له انا اهو. قريت كومنت امبارح، هو عايز كده. قريت فيديو امبارح بعته لها. طب والله لا سمحت لك، استنى هات التليفون. ايه يعني ايه يعني؟ لا استنى بس هات التليفون. طب قول انت قول. ما انا مش فاكر عدي دقيقه واحده. اصل انا ما اجيب لكم التليفون. لا والله لا، اصل بصوا جامد قوي. بس دقيقه واحده. اقعد يا سيف دقيقه واحده. اقعد يا سيف دقيقه واحده. بصوا خليكم معايا بس دقيقه واحده. والله هتتبسط. استنى يا سمير، استنى يا سلمى. والله الاراء جامد قوي، عجبني. فاكرين خدوا ساعه بقى، هو بقى عايز لا ساعه. والله اهو. استنوا يا جدعان، اسمعوا بس وركزوا معايا. سلمى اقعدي يا سلمى دقيقه واحده بس، ما ويقول له تتكلميش بقى. يلا ويجري عشان استني اجري بقى. وراه، ما يستناش. استنى. الزوجه هتاكلوا ايه بكره؟ الزوج اي حاجه. الزوجه يعني اي حاجه. انت ما في ايه، انت مش عايز حتى تساعدني بالاقتراح؟ الزوج اعملي لينا باميه ورز لسه واكلينه من 3 ايام. طيب ايه رايك في كفته، في فته وكوارع؟ كوارع ايه؟ قول الزوج والزوج عشان يفهموا. الزوج بيقول لها طب ايه رايك في فته وكوارع؟ المهم ايه، كوارع ايه، الدنيا حر. اعملي يا ستي محشي ورق عنب ولحمه محمره. هو انا لسه هنزل اشتري ورق عنب واغسله واقطعه واعمل خلطه واحشي واحمر؟ الرحمه شويه، حرام عليك، انا بني ادمه. الزوج طيب شوفي اي حاجه سهله موجوده عندك واعمليها. الزوجه يعني مفيش مره عايز تريحني وتجاوبني، دايما ايدك في الميه البارده. الزوج طيب قولي اقتراحات وانا اختار منهم. اقتراحات يعني انا مش عارفه اختار صنف واحد، انت عاوزني اقول اقتراحات. الزوج ايه رايك ناكل اكله خفيفه، مثلا علبه تونه، جبنه، زيتون؟ الزوجه بلاش عك. انا بفكر اعمل مكرونه وكبده وشويه بطاطس شيبسي. برافو عليك وعلى افكارك، هو ده اللي انت فالح فيه. يعني ما شاء الله مفيش اي اي حاجه عجباك. في اليوم التالي استنى، اتصال تليفوني من الزوجه للزوج. الو، هات معاك حاجه ساقعه وانت جاي، بس تكون صودا عشان طلبت سمك مشوي ورز دريفري. يعني بعد حرقه الدم ووجع القلب. الزوج هو انت مش قلتي هنعمل مكرونه وكبده وبطاطس؟ والله انا من ساعه ما صحيت وانا بغسل واشطف والواد واحمل البيت وانضف الزريبه اللي ولادك عاملينها. اجيب وقت منين انزل واشتري واطبخ؟ حرام عليكم بقى، هو انتوا ما بتبطلوش طلبات؟ عايز حاجه ساعه ايه، سبرايت ولا 7 اب؟ اي حاجه. الزوج يرجع الى البيت ويجلس الى المائده ويمد يده ليخرج بيخرج ازازه البيبسي يعني سبرايت من الكيس وبيحطها على المائده. ايه ده؟ يعني مش قادر تجيب 7 اب؟ انت دايما ذوقك غريب كده. الزوج يمد ايده داخل الكيس ويطلع ازازه ثانيه 7 اب ويحطها على المائده. طبعا انت مش خاسس عليك حاجه. اقعد انت بتبعزق في الفلوس واخر الشهر تقول لي المرتب بيروح فين؟ عرفت يا بيه المرتب بيروح فين؟ الزوج ياكل وهو ساكت. ما قلتلكش هتاكلوا ايه بكره؟ الزوج جاله شلل نصفي وبيتعالج دلوقتي.
والله العظيم هي في ريال والله بتعمل معايا كده، تقعد تقول لي مش عارف ايه. وهو برضه ما ادريش اختراع اختراع لاي خلاص حاجه. انت حفظتي بقى كل شويه المواد دي، ولو قلت لها حاجه والله تقول لي والله نفسك والله نفسه تبكل. قلت لها مثلا طب اعملي كذا كذا، لا 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 بلاش، هنعمل كذا وكذا. طب خلاص مش هعمل. ولا ايه رايك اعمل كذا وكذا يا بنتي؟ لا طب خلاص ماشي اعملي اي حاجه، اي حاجه خلاص بقى خلاص استنى. اي حاجه ما اقولكش حاجه وتفيدني ابدا انا ما ابدا. بتفيدنيش باي حاجه خالص. اه والله. اقسم بالله ما بتفيدني باي حاجه. طب اقول لك عن نختم الفيديو عشان كده هتبقى ليله الفل. هتقولي انت حكايتك، قولي حكايتنا احنا معاكي. لابسه الفستان غلط معلش. حاضر يا سلمى امسكي. طب يلا يا يلا جماعه حط لنا لايك حلو نخليك. ندعي لاخواتنا قبل ما نختم الفيديو يا جماعه. ندعي لاخواتنا كده قبل ما نختم الفيديو، ويلا استنونا في كل جديد ان شاء الله. سلام.